تحية للشعب الجزائري وتحية للشعب المصري، عشان الشعب المصري والشعب الجزائري علموا المغرب الأدب. اسمع بقى دي 1 2 3 مصر. ألف مليون مبروك للسنغال. قسما بالله الواحد فرحان جدا، الواحد فرحان جدا للسنغال. 1000 مليون مبروك للسنغال. دموعكم بلسم يا المغاربة، دموعكم بلسم. عملتوا الله أكبر ولله الحمد. الله عز وجل رفض كل هذا الظلم. الله رفض هذا الافتراء، ظلم وفضيحة تحكيمية في نهائي أفريقيا، ولكن العناية الإلهية. يا جدعان اقسم بالله دموع المغاربه دي بتكيفني قوي 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 قوي. بص بتغسلني من جوه كده بجد والله العظيم. يا جدعان انا مبسوط بجد والله العظيم، مبسوط ان السنغال عملتها وفازوا بالبطوله، عشان بجد الشعب المغربي عامل الشعب من أجل عيون المنتخب السنغالي هنغني مع بعض، من أجل فرحة الجمهور الجزائري الشقيق هنغني مع بعض، من أجل فرحة الجمهور المصري هنغني مع بعض. والليلة دي عليم الله مهما تدفع ومهما تدفع ومهما تدفع ومهما تدفع في فلوس ورشاوي للحكام وللناس اللي موجودين وللتنظيم، وتعمل كل حاجة عشان تاخد البطولة. شوف سبحان الله. بص يا حسام حسن، بص يا حسام حسن، الشعب المصري حسام حسن، هدال أمك بص يا حسام حسن، يا وش خير علينا. نمبر 1 حسام حسن في العالم كله، كله يشير الفيديو عشان يوصل للرجالة عشان مبروك للسنغال يا جماعة. أنا متأكد ان الشعب المصري كله فرحان اللي السنغال كسبت. فألف ألف مبروك بجد، والله هم يستحقوا يبقوا بطل إفريقيا بأمانة يعني. أنت السنغاليين يظهروا هنا باللايك. اوه الصفرة خسرت، اوه الصفرة خسرت. استنى، سنغالي انا والفخر ليا. مش عارف اجيبها لك ازاي، بس منتخب المغرب يا برنس بقاله 50 سنة 50 سنة بدون لقب افريقي. اي حاجة يا جماعة، كرمش اي حاجة قدها لهم. 50 سنة بدون لقب افريقي يا عيني. احلى تحية للرجالة السنغالية الحلوة دي. 1000 مليون مبروك لمنتخب السنغال الشقيق. وعشان المغاربة اللي دخلوا يحفلوا علينا بعد ماتش السنغال ويقولوا لي ساديو ماني بيسلم عليكي، اهو ساديو ماني بيسلم عليكي. الحرام ما بيدومش، ركلة جزاء حرام. والله العظيم الحرام ما بيدوم يا جدعان، والله العظيم الحرام ما بيدوم. وفضيحة، السنغال اتسحبت من اللقاء ورجعت تاني بسبب التحكيم. اوه سنغالي، اوه سنغالي، والهدف الاول المنتخب السنغالي. ولسه ألف مبروك لمنتخب السنغال ومنتخب ساديو ماني. الفوز بجدارة واستحقاق على منتخب المغرب. هارد لك من المنتخب المغربي بصراحة. منتخب السنغال كان يستاهل، عمل مجهود جبار في البطولة. وبعدين كده اللي بيفوز على مصر دايما بياخد البطولة، وطالما السنغال فاز في النهائي المبكر على منتخب مصر خلاص إن شاء الله هتضيع بره، إن شاء الله، إن شاء الله هتضيع. كولاسة، الكولاسة ما بتضمش. ضيع يالا، يا جدع، ده حتى النجمة اللي على علم المغرب السنغال أخدتها. أخيرا منتخب السنغال بطل كأس الأمم الأفريقية بعد عياط فوزي لقجع والجمهور المغربي وحكم المباراة اللي كان هيبوظ باظت كرة القدم واتصدت. الشعب المصري بيشجع السنغال، الشعب المصري بيشجع السنغال. يا السنغال. هذه رسالة لفوزي القجع، ربما راك خدا شي درس من هاد كاس افريقيا اللي كانت منظمة.